والموضوع مش بس مرتبط ببيع واللي هو احنا بنضغط بعض عشان نبيع اكتر ونعمل، لا بالعكس، احنا عايزين نخلق اتموسفير وفاميلي واحده. احلى حاجه بحسها دايما القصه دي ان احنا دايما مسمينها ريد فاميلي. صباح الفل. صباح الفل. شريف بيه صالح، ازيك؟ الاخبار؟ كله تمام، كله حلو. اخبار حركيه. حابين تعرف نفسك للناس. انا شريف صالح، انا متخرج كوفاوندر شركه دليني، متخرج من هندسه مدني. اشتغلت في هندسه حوالي 4 سنين لحد ما خدت القرار ان انا ادخل في مجال البيزنس اكتر وفي حته الريل استيت اكتر. وساعتها بدانا دليني، احنا بقالنا في دليني حوالي 4 سنين الحمد لله. وان شاء الله مستمرين يعني في ان احنا نكبر وننجح يعني الفترات اللي جايه كده ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احكي لي، قول لي، في ريد فلاكس فعلا في الشغل ولا بس في حياتنا الشخصيه؟ هو في ريد فلاجز في العموم، في اي حاجه، سواء شغل سواء حاجه شخصيه سواء صحاب سواء اهل، يعني ان جنرال عامه كده بيكون في ريد فلاجز. لو هنتكلم مثلا على ايه ممكن اكتر ريد فلاج يكون موجود في البيزنس بتاعنا ده، الطمع. حته ان الناس بتبقى يعني هدفها الاول والاخير هو حته ان انا ازاي اكسب اكتر، ازاي ادخل اكتر. بيبقى عنده فاكتورز تانية بيبدا ان هو يتجاهلها، سواء الاتموسفير بتاع الشغل نفسه، سواء الروح اللي موجوده جوه التيم، سواء البيزنس نفسه الديفلوبمنت بتاعه هيروح لفين وهيوصل لايه. لان كل مدى البيزنس بتاعنا برضو احنا دلوقتي وملاحظين بدا مش بيتخنق عليه بس بقى بيتحجم شويه. فلازم الواحد يواكب ده، ما يبقاش باصص بس ان هو انا ازاي بس بدخل فلوس، لا هو لازم يشوف انا هطور البيزنس ده ازاي او اطور من نفسي ازاي قصاد ان انا قدام بعد كده هو اوتوماتيكلي الفلوس هتجيلي او الريفينيو هيجيلي، او ان انا هبدا ان انا انتقل من مرحله لمرحله تانية اكبر. الدنيا كانت زمان اسهل من كده، انت من الناس القديمه وعارفين بعض بقالنا تقريبا 10 سنين حاجه زي كده. ربنا يديم الدنيا يا رب امين. الدنيا كان زمان زي ما انت بتقول فعلا كانت الدنيا اسهل، دلوقتي التشالنج والدنيا اصعب شويه. قول لي مواكب الدنيا دي ازاي؟ بتعمل ايه؟ احكي لي. مواكب الدنيا دي ازاي؟ طيب خليني الاول يعني اشرح ده اصلا كان من سبب من اسباب دخولنا اصلا مع ريد كولابوريشن. حته ان هو السبورت بيقوي البني ادم عامه او بيقوي عامه البيزنس. كل ما السبورت ده كان الليفل بتاعه احسن، كان الليفل بتاعه اعلى، كان اندو ديتيلز اكتر. اعتقد ساعتها يعني ايا كانت المشكله اللي هتواجهنا او ايا كانت الصعوبه او حتى التشالنجز اللي بدات تظهر لنا، سواء في عدد شركات ديفلوبرز بيكتر، سواء في حتى عدد شركات بروكرز بيكتروا بالزياده، كل الكلام ده بالسبورت اللي انت بتاخده صح من الاشخاص الصح هو ده اللي بيفرق معاك عامه في الجيرني بتاعتك يعني. ده شايف كده. السؤال اللي كل الناس بتساله دلوقتي، احط فلوسي في عقار مش ذهب ولا عمله؟ ده السؤال اللي كلنا بنساله طول الحياه. كل الناس قاعده بتتكلم فيه دلوقتي عشان فرق العمله والناس عايزه تحط فعلا استثماراتها فين. ده حقيقي بجد. انت شايف العقار ايه حقيقي؟ خليني اقول ان الاستثمار بشكل عام هو متقسم في كذا ناحيه. يعني انا ما اقدرش اقول ان انا بستثمر في عقار بس، ما اقدرش اقول ان انا استثمر في ذهب بس، ما اقدرش اقول ان انا استثمر في شهادات، في سندات استثمار، في الحاجات دي كلها. هو كله بيعتمد على حسب برضو الفكر بتاعي والمبلغ اللي معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان دلوقتي كده الريل استيت عامه، مش بتكلم بس في مصر، بتكلم في العالم كله، هو يعتبر من اعلى الار او ايز اللي عامه بتحصل وبشكل ستيبل، يعني ما فيهاش حته الريسك. يعني اي حاجه تانية هي معرضه ان هي تقل وتنزل، سواء ستوكس سواء ذهب سواء عمله سواء ايا كان. الريل استيت هو اكتر حاجه معروفه ان هو مش بينزل. الريل استيت يا اما بيبقى ثابت او بيزيد الزيادات الطبيعيه بتاعته السنويه، او بيحصل بومينج بقى سواء في انفليشن سواء في الحاجات اللي اوريدي احنا بنعدي بيها يعني. انت عارف يا شرف الحدوته في العقار ايه بجد؟ انها مش محتاجه حد خبير. يعني انا دايما بشوف، انا من الناس اللي عمري في حياتي ما دخلت بورصه ولا اعرف الناس بتعمل ازاي، بس انا شفت ناس البورصه دي طلعتهم في السماء، وفي ناس هي مش موجوده دلوقتي خالص. 100%. فهي عايزه حد دارس وفاهم، وبشوفهم بقى على طول قاعد كده والسكرين قدامه رهيبه كده 60 بوصه قاعد باصص عليها 24 ساعه، والناس يعني دي بحس انها بتتعرض لستريس مرعب، الحاجه طالعه ونازله وعلى حسب بقى الظروف البلد والدنيا ماشيه ازاي. انا بشوف الدنيا دي مش موجوده في العقار خالص. هو بيطلع لوحده، الدنيا ماشيه بيطلع لوحده، في ازمه بيطلع لوحده، في اي حاجه حصلت في البلد بيطلع لوحدها. يعني لما احنا بنشوف الاسعار، الحاجات اللي في التجمع دي من سنه مثلا 95 ولا من 99 كانت كام، وبعدين طلعت بقى كام، والنهارده بقت بكام،
الواحد مش مصدق. وكل شويه مثلا ساعات نقعد انا وانت مثلا نتكلم مع بعض، نقول لك ده في 3 بيدروم ب 5 مليون، الكلام ده مثلا من 4 5 سنين، تقول لي 5 مليون جنيه ده كتير قوي، النهارده تلاقيها 3 بيدرومز خلاص 15 15 و20 مليون جنيه، اللي هو ايه الضحك ده؟ الدنيا بقت افتكر واضحه شويه، موضوع عقار ولا ذهب ولا دولار ولا يعني. ده حقيقي يعني خلاص هو الموضوع دلوقتي بقى باين ان هو كله بيطلع، بس انت بتحط ريسك برضو ان هو انت يعني الذهب احنا شفنا على السنه اللي فاتت هو طلع ونزل، فانا ممكن اكون اشتريت مره بالغالي والاقي مره واحده الذهب نزل، فانا ساعتها انا خسرت الفرق ده. انما العقار عمره ما بيحصل فيه ده، بالعكس انت على طول في الزيادات، فانا اوتوماتيكلي الزيادات دي كل ما بتيجي مع الوقت انا الزياده دي بحطها في جيبي، انا اللي موفرها في الاول في الاخر يعني. صح. فده مين ليه الناس بتتوجه ناحيه العقارات اكتر، واكتر الانفسترز عامه اللي في العالم هو بفلوسه بيحوشها مش في ذهب ولا في سندات ولا في شهادات ولا الكلام ده كله، هو مين اللي بيحوشها في ريل استيت يعني، سواء نوعه ايه. انت عارف احلى كلمه اتقالت لي في القصه دي كان، انت عارف طبعا ريكاب جول كولابريشن معانا دكتور تامر محفوظ، قال لك الدولار دعاء ادخاري، لكن العقار وعاء استثماري. يعني الادخاري ان هو الدولار النهارده كذا بقى بكذا بقى بكذا، لكن الريل استيت او البروبرتي اليونت نفسها، البيت، دايما بحب اقول كلمه بيت دي، البيت هو بيغلى، ولو انت مثلا حاجه مثلا لو كوميرشال او كلينيك او ريتيل او حاجه هو بيغلى وايجاره بيغلى، هو على طول كل حاجه فيه بتغلى. مزبوط. يعني مش مثلا خاتم الماظ هو النهارده ب 20000 بكره بقى ب 30000 بعده بقى 40000، لكن هو مش بيجيب لي هو مش بيجيب لي فلوس، هو في الاخر حته دهب في صباعي. لكن الدولار هو موجود في درج البيت، لكن انا عايز استفيد منه، عايز احس هو عليا انا عامل ازاي، عايز اجيب بيه مزبوط. اي حاجه ناقصاني في البيت أنا هو حبه ورق او حبه معدن موجودين هما بيزيدوا. لكن الريل استيت فعلا النهارده لو جبت كلينيك ولا بتاع، الناس مع اسعار دلوقتي في التجمع الخامس شارع 90 ومحمد نجيب وبتاع، ايه الاسعار الفظيعه دي؟ هو بيغلى، والنهارده الايجارات المتر ب 1000 جنيه وحاجات، ده حقيقي. يعني اللي اشترى 100 متر زمان بمثلا 3 4 مليون جنيه النهارده بتجيب له دخل بجد 90000 جنيه و100000 جنيه في الشهر. ده مينيمم. الحلاوه دي ده حقيقي. ده حقيقي. هايل. احكي لي بقى، ده بقى السؤال المهم جدا، ليه اخترت ريد كولابريشن وايه البنفيت اللي عدت عليك وانت، احكي لي الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب خليني اشرح الاول الجيرني اللي عامه احنا عدينا بيها، واظن اي حد في الكولابريشن هو اوريدي عدى بيها. حته الكومباريزن، احنا دايما في حياتنا بنحب نكمبير عامه، فاحنا يوم ما بدانا الجيرني دي ان احنا نبدا نكولاب مع حد او نبدا ناخد سبورت من حد، كان قدامنا كذا يعني كذا سيناريو او كذا حد نقدر نعمل معاه ده. اللي خلانا نتوجه اكتر ناحيه ريد هو كذا حاجه، اهمهم الكواليتي بتاعت الناس، دي احنا ما شفناهاش فعلا في اي حته تانية. السبورت اللي بناخده منهم هو احنا بناخد سبورت يعتبر من اقل تفصيله لاعلى تفصيله، هو من اول الهايرنج هو بيبدا معاك البروسيس، بتريننج بيبدا معاك، ماركتنج هو معاك، اوبريشن معاك، سي ار امز هو معاك، لحد الكولكشن هو معاك. فهو فعلا هو بيقول لك انا عايز المين فوكس بتاعك حاجتين، اول حاجه ان انت كشركه يبقى عندك بزنس ديفلوبمنت، ان انت كبلان ازاي هتكبر في خلال الكام سنه اللي جايه، ده رقم واحد. ورقم 2 ان انت تبقى تركيزك في انك تحقق ارقام وان انت تبيع، ان انت تبقى مواكب للماركت اللي موجود. الحاجات التانية الهاسل التاني اللي يعتبر معظم الشركات بيبقى المشاكل عندها اغلبيتها في الاوبريشن، في حته الهايرنج، في الكلام ده كله، الحمد لله هو لقينا السبورت الكافي والكبير جدا من ريد دونا عن اي حد تاني. اهم طبعا حاجه بقى في الموضوع كله هي حته المعارض مش فكره هدفها ان انا بجمع مطورين او ان انا بعمل، لا انا باد فاليو فعلا حقيقيه للماركت كله، خصوصا للانفستور او للكلاينت اللي جاي يشتري، لكذا سبب. زي ما انا قلت، اولا الشركات عددها زاد، فاحنا بقينا نلف حوالين نفسنا واحنا بنشتري، انا اروح فين واروح فين، ولا ده ولا ده، ولا اعمل ايه ولا ايه بالظبط. فانا بالنسبه لنا المعرض ده هو فكره بتقدم لك زي شفافيه للماركت كله، للناس اللي هي سواء حابب تتعامل مع بروكرز، دلوقتي بنسمع ان في ناس لا حابه ان هي بتتعامل لوحدها، الكلام ده كله احنا يعني ما عندناش فيه العائق، لا بالعكس، احنا بالنسبه لنا احنا عايزين ناد فاليو للناس دي، ان احنا نقدم لهم اوبورتيونيتي. عندنا كل الديفلوبرز اللي موجودين بالتوب نيمز، بالميدل كلاس، بحتى السي كلاس لو نقدر نقول، يعني كله بيبقى موجود في حته واحده. ده بيسهل على الكلاينت ان هو يبقى الكومباريزن سهل بالنسبه له قدام عينه، هو بيشوف كواليتي السيلز،
اللي قاعد معاه من الديفلوبر، هو بيشوف كواليتي المعرض، بيشوف كواليتي البوث بتاعه، بيشوف كذا حاجه اوتوماتيكلي. الدخول نفسه للمعرض بيفرق تماما مع نفسيه الكلاينت. والكلام ده احنا مش بقوله من نفسي، لا انا الكلام ده انا اوريدي خد فيدباك منه من الكلاينتس نفسهم كلهم اللي جم لنا المعرض قبل كده على مدار الفترات اللي فاتت. فده مينلي انا شايف ان دي اهم بوينت كسبناها من ريد كولابوريشن، هي الروح الجميله فعلا اللي موجوده الحلوه دي. ده حقيقي. والموضوع مش بس مرتبط ببيع واللي هو احنا بنضغط بعض عشان نبيع اكتر ونعمل، لا بالعكس احنا عايزين نخلق اتموسفير وفاميلي واحده، لان ده اللي هيدينا الباور بعد كده قدام اي حد عامه. هايل. انت عارف يا شريف باشا، احلى حاجه بحسها دايما القصه دي ان احنا دايما مسمينها ريد فاميلي، وهي بجد ريد فاميلي، هي حقيقي. ده حقيقي. وبحب جدا واحنا على طول موجودين بقى في الكوميتي اللي بنعملها كل شهر، وفي الميتنج اللي احنا على طول بنعملها بشكل مستمر، وفي المعارض اللي احنا بنتقابل فيها الحمد لله على طول بشكل دوري، ان الكومبيتيشن اللي بينا حلو قوي. الناس كلها بجد مبسوطه، الناس كلها بتحب تساعد بعض. احنا حتى بينا وبين بعض ككولابوريشن شركات، والكولابوريشن هم احنا همنا ان احنا كلنا نبيع بشكل احسن، همنا ان احنا كلنا نبيع بشكل احسن، اللي احنا في الاخر لما احنا كلنا بننجح هو نجاح لينا كلنا. وده مش كلام، ده حقيقي، لان احنا بنوصل مع ديفلوبر لحاجات معينه مش هنعرف نوصلها غير لما كلنا نحقق ارقام. مزبوط. غير لما احنا كلنا بنحط في بول واحده. مزبوط. فلو في 2-3 باعوا و2-3 باعوش، لا هم ال2-3 اللي بايعين هتلاقيهم بيدوا دايركشن وبيساعدوهم اكنهم ريد نفسها. فهي الحقيقه، وده اللي انا بقى سو براود وانا بقوله، ان مش بس ريد هي اللي بتدي المساعده للكولابوريشن ابدا. هو كان كل واحد الاول كان فيه بونبونايه كده بياكلها لوحده، لا دلوقتي بقى كل حد بيساعد المجموعه كلها. مزبوط. وبصراحه هي دي الكلمه اللي انا دايما بحب اقولها، The power of Red. هي الحكايه هنا، حكايه ان احنا كلنا بنساعد بعض، كلنا قلبنا على قلب بعض، كلنا عايزين نظهر بشكل معين. واحنا في الاكسبو انا وانت بنقعد جنب بعض، واحنا بقى يعني مع ديفلوبر، واحنا لما بناخد صوره جماعيه واحنا بنقعد نهزر وكده، وبنحتفل في اليوم الرابع بعد اليومين بتوع التجمع ويومين بتوع اكتوبر، وبنقول ما شاء الله الرقم اللي احنا حققناه وعدد الميتنج كمان اللي احنا عملناها. الواحد بيبقى فخور جدا ان كلنا مساهمين في النجاح ده. فبصراحه ما حدش باصص في رزق حد من الاخر، يعني زي ما بيقولوا كده. احنا فخورين اصلا ان احنا ودليني في بيجمعنا سقف واحد. دي حاجه سو براود بيها كلنا على فكره. لينا اكيد حبيبي، يعني ان احنا مع بعض طبعا. حبيبي قول لي ايه مراحل النجاح الطبيعيه من وجهه نظرك؟ بتشوف الدنيا دي ماشيه ازاي؟ الدنيا دي ماشيه ازاي؟ الدنيا دي مش ماشيه ولا فوق ولا تحت، هي الكيرف، يعني اقدر اقول ولا ستيبل حتى، يعني ولا خط لينير يعني ثابت. أوكي. لا هو كيرف، هو بيطلع شويه وبينزل شويه. أوكي. الصح ايه او مراحل النجاح الطبيعيه ايه؟ ان انا ما يأس، ده رقم واحد. الحاجه التانية ان انا ما بندمش على اي خطوه عملتها او اي فعل يعني حصل قبل كده، او حاجه حصل دروب فيها او الكلام ده كله. بالعكس انا باخد المرحله دي ان هي تقومني للمرحله اللي بعديها، ان انا ابدا اطلع، ان انا ابدا اتطور اكتر، اشوف ايه اللي كان ناقص فده اللي عمل الدروب، اشوف ايه اللي محتاج ان انا اكمله، محتاج ان انا اسعى فيه اكتر، احط فيه مجهود اكتر. انا شايف ان ده مينلي النجاح في حياة البني آدم عامة. ان هو بس يبقى مواكب الدروبات بتاعته ويعرف ازاي يطلع منها. ده النجاح مش فكرة ان هو توصل، يعني بالنسبة لي دي دايما جملة يعني ماشي بيها عامة، يعتبر مبدأ في حياتي. هو النجاح مش ديستنيشن، مش حتة هوصل لها، لا هو النجاح هو رحلة انت بتقعد فيها من اول ما بتبدا حياتك لحد ما بتنتهي، بتعدي بقى بحاجات كتيره جدا. ده النجاح اللي انت بتعدي بيه، ان انت ما بتيأس في النص، وان انت ما يحصلكش دروب، او ان انت ما تندمش على الدروب ده وتفضل محصور فيه، بنتعلم منه بالظبط كده. وتحاول تواجبه وتحسن بعد كده ايه من اللي جاي. بيرفكت. انت عارف كمان الحاجه اللي بحس انها لما ابتدينا كلنا نعملها، وعلى فكره يعني دايما بحب اقول كده مش بكسف، ان هو ان دايما لما بنطلع بافكار جديده دي بتبقى ساعات افكار ناس من جوه الكولابوريشن. الحكايه بتاعت ان احنا مثلا كل يوم حد بنقول الدايركشن ماشيه ازاي، اللي هو ايه الاوبورتيونيتي الموجوده دلوقتي في الماركت، فبناء عليها في الكوميتي بنقول احنا هنبتدي نعمل ماركتنج كامبين على كذا، هنبتدي نفوكس على كذا. خصوصا الحاجات دي بنحسها مثلا من اول مثلا شهر، مثلا يعني من اخر 4-5 كده اللي احنا خلاص يا
جماعه يلا السيزون بتاع الساحل هنعمل ايه، هنشتغل على ايه، هنعمل جوه، هنعمل اكسبو هناك ولا لا، الدنيا ماشيه ازاي. فكل شويه بناخد افكار، وهتلاقي دايما في ناس انضمت لنا كمان الفتره ديت. هتلاقي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان في مفاجآت حلوه جدا ان شاء الله باذن الله. هنشوفها انا وانت في الساحل بقى ان شاء الله، هنقولها على جنب كده ماشي ان شاء الله. سي او ناجح جات عليه مرحله ساعات حس بيها بالفشل ولا لا، واتضايق من حاجه، وهل دي ريد فلاج ولا لا؟ مش ريد فلاج، وهو ما يبقاش سي او ناجح لو ما حسش بالفشل كل شويه. زي ما انا قلت برضو، احنا الواحد لازم يقعد طول حياته بيتطور وبيتعلم وبيعالج الدروبات اللي بتحصل له. فحته ان انا اشوف ان انا اجي في مرحله واشوف ان انا فشل، مش هنقول ان هو فشل على قد ما اللي هو انت بتسال نفسك كل فتره كده، هل اللي انا ماشي فيه ده صح؟ هل اللي انا بعمله ده هيوصلني لحته؟ طب انا لو جربت حاجه تانية هنجح فيها ولا لا؟ بيبقى دايما البني ادم عامه طول ما هو ماشي بيبقى عنده تساؤلات في حياته، في شخصيته، في كاريره، في حياته، في اهله، في اصحابه، في ايا كان. التساؤلات دي هي الفكره كلها، ان احنا ما نغوطش فيها بس نقعد نسال نفسنا وخلاص. لا، هو لازم قصاد الاسئله دي يبقى في اكشن بيتاخد. فانا شايف ان حته ان احنا نعدي بالاحساس الفشل هو احساس صحي، بس ما تحصرش نفسك فيه. يعني بالعكس، لا انت يعني واجبه بسرعه، واعرف ان انت انت ممكن تكون الاحساس ده حاسه بس عشان انت شايف نفسك اكبر من كده، شايف نفسك ان انت المفروض تبقى في حته تانية احسن من دي. بس لو بصيت لها في الاول وفي الاخر هتلاقي ان انت المكان اللي انت واقف فيه حاليا هو يعتبر احسن مكان انت ممكن توصل له على مدار الفترات اللي فاتت. صح معاك، انا بأيدك باللي انت بتقوله ده 100%. قول لي بقى، هسألك اخر سؤال. اتفضل. ايه اكتر حاجه اتعلمتها ونفسك الناس ما تقعش فيها؟ اكتر حاجه اتعلمتها ونفسي الناس ما تقعش فيها، يعني نقدر نقول ان هو انت ما تندمش على حاجه انت ممكن تكون عملتها قبل كده. بالعكس، لا انت حاوط نفسك دايما بالناس السبورت ليك. دي اهم حاجه انا شايفها عامه في الفترات اللي جايه او في حياتك عموما. الناس اللي حواليك، مش بس اصحابك اللي موجودين، لا حتى اصحاب الشغل، حتى الناس اللي شغاله معاك في الشغل، حتى العيله، ايا كان عامه. شوف انت محاط نفسك بمين. الناس دي هي اللي اما هتزقك وتطلعوا مع بعض لفوق، يا اما الناس دي هي اللي هتكون سبب، مش هقول بس في فشلك، لا بالعكس انت كمان في ممكن تكون ضياع مستقبلك يعني بعد كده. اوكي. الكلام اللي انت بتقوله ده كلام على فكره ده في كل مجالات، يعني عارف الزمايل والصحاب، حتى جوه العيله الصاحب ساحب. ان انت لما بتختار لنفسك مزبوط. ناس معينه كده، لو هم ناجحين هتلاقي نفسك غصب عنك انت بتنجح معاهم، ولو هم غير كده هتلاقي نفسك الدنيا الكيرف بيقل. فكلامك مظبوط 100%. انا سو براود ان انا قاعد معاك النهارده، بجد مبسوط جدا بالقصه اللي بنعملها سوا اكتر والله. دليني واستاذ عبد الرحمن وحضرتك وكل الستاف، انا دول اليوم معزه كبيره جدا 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 عندي، وان شاء الله مع بعض على طول العمر كله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا شريف حبيبي. تسلم.